الممر المغلق. المستشفيات دايما فيها أدوار للمرضى، لكن في مستشفى واحد الدور الرابع مش لحد. ليلى اشتغلت ممرضة جديدة في مستشفى كبير والكل كان لطيف، لحد ما لاحظت حاجة غريبة. في كل المصاعد الزر رقم 4 مش موجود. سألت عنه، قالوا لها الدور ده مقفول من سنين. متسأليش ليه. لكن في واحدة من نوبات الليل وهي ماشية في الطابق الثالث سمعت صوت خطوات من فوق. غريزيا طلعت السلم لحد ما وصلت الباب مكتوب عليه الدور الرابع ممنوع الدخول. ورغم التحذير فتحت الباب ولقيته مش مهجور، بالعكس نور خافت، أجهزة شغالة وأسر عليها ناس نايمين لكن عيونهم مفتوحة وما بترمش، كلهم بيبصوا لها في نفس اللحظة. في طرف الغرفة شافت مريض مربوط بيهمس لها اقفلي الباب قبل ما يشوفك. بس الوقت كان اتأخر. من آخر الممر كان في دكتور لابس معطف طويل وشه مغطى بيقرب بدون صوت وبإيده ملف مكتوب عليه اسمها. ركضت ليلى، رجعت لباب السلم، بس الباب اختفى. الممر كله بقى مغلق وكأنها اتحبست جوه مشفى خارج الزمن. ومن ساعتها محدش شاف ليلى تاني. لكن الغريب اسمها بقى مكتوب في جدول المناوبة للدور الرابع.